افلام انتاج تحت بير السلم او ما تسمى بافلام الهبوط افلام سيئة جدا من حيث الانتاج ومن حيث الاخراج ومن حيث كمان الاداءات التمثيلية، ده غير الافلام اللي مليانة اغاني شعبي ورقص وحاجات غريبة خارج سياق قصة الفيلم. نبقى ماشيين في قصة الفيلم عادي جدا ونلاقي فجأة اغنية ورقاصة اشتغلوا. والافلام اللي معانا النهاردة هم اسوأ 10 افلام من ضمن قائمة افلام الهبوط، وعلشان كده اتسمت اسوأ افلام الهبوط في تاريخ السينما المصرية. ومساء الفل عليكم، ادونا اللايك التمام علشان معانا اسوأ 10 افلام هبوط في تاريخ السينما المصرية. ونبدأ بالمركز الاول وهو فيلم عليا الطرب بالثلاثة. ايه القرف ده؟ ايه العك ده يا فندم؟ ايه القرف اللي انا فيه ده؟ بطولة محمد عطية وريكو وسعد الصغير والراقصة دينا. عليا الطرب بالثلاثة ده مش فيلم، ده عبارة عن أغنية شعبي كبيرة متقطعة على أجزاء وفي النص كده بعض فواصل من الفيلم. ارحم أمي العيانة. فيلم عليا الطرب بالثلاثة فيه 4 أغاني لسعد الصغير وفيه أغنيتين لمحمد عطية، والفيلم ده اللي طلع فيه أغنية سعد الصغير المشهورة اللي شهرته ووضعته على عرش الأغنية الشعبية وهي أغنية العنب. وكمان معانا أغنية مشهورة جدا لسعد الصغير اسمها بحبك يا حمار. وده يعتبر إمعانا من الفنان سعد الصغير باعتزازه بالحمار، فحب يقدره وعمل له أغنية لوحده. اللي مخلي فيلم عليا الطرب بالثلاثة مش في المراكز المتقدمة قوي إن الفيلم ده فيه 2 هم اللي شايلين اللاين الكوميدي وقايمين بدورهم حلو جدا، وهم حجاج عبد العظيم ومحمد شرف اللي عاملين أدوار كوميدية حلوة جدا. في كمان شخصية جت على الهامش كده في مشهدين بس كانت جميلة وخطيرة جدا برضه كوميديا، الفنان اسماعيل فرغلي ده عامل دور لطيف وجميل جدا الصراحة. يا عبد الله يا اخويا سابح وسيبك بالعدى وراح. لكن في النهاية هو الفيلم فيلم للنسيان، فيلم متفسخ للغاية. اتفضل اللي بعده يا ابني. في المركز التاسع معانا فيلم بنطلون جولييت، بطولة وإخراج وتأليف طارق الإبياري. زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. فيلم بنطلون جولييت هو ما كانش فيلم مطروح للسينما، هو كان مشروع التخرج بتاع الفنان طارق الإبياري، ولكن مش أي مشروع تخرج يصلح للعرض السينمائي. فيلم بنطلون جولييت متصور بهاند كام أو بطريقة تصوير صراحة بدائية جدا. ما عنديش مشكلة مع طريقة التصوير وكمان ما عنديش مشكلة مع الإخراج لأول تجربة إخراجية لطارق الإبياري. مشكلة الفيلم الرئيسية هي القصة والهدف من الفيلم. الهدف بتاعه عبارة عن إيه؟ هو بيتريق على بنطلون الفيزون. هل الفيلم قدم لي كوميديا على الموضوع ده بشكل حلو؟ إطلاقا، كوميديا سيئة جدا. طيب يا سيدي شكرا كفاية. في المركز الثامن معانا فيلم البلياتشو، بطولة هيثم أحمد زكي وفتحي عبد الوهاب وهدي كرم ومعاهم برضو الفنان عزت أبو عوف. الفيلم ده فيه مشكلة في القصة وكمان في مشكلة في سردية القصة. الفيلم ده أنا لما دخلته في السينما وقت عرضه خرجت منه مش فاهم حاجة. انا ما فهمتش ولا كلمه. ايه اللي انت بقى قصدته ليه؟ سردية القصة والسيناريو والحوار مش قادرين ان هم يشرحوا لي قصة الفيلم بشكل كويس. كمان الاداء التمثيلي من فتحي عبد الوهاب ما عجبنيش الصراحة على الاطلاق، رغم ان فتحي عبد الوهاب من الفنانين التقال جدا اللي بيعرفوا يطلعوا شخصيات معقدة. وفي المركز السابع معانا فيلم البار. اللي اشهر ممثل فيه هو الفنان علي الطيب، ده الاشهر واحد في اللي مثله في الفيلم. نرجو من ولي النعمه الانتباه، فتح عينيك واوعى وشك. قصة الفيلم بتحكي عن 4 بنات بيشتغلوا في بار، كل واحدة فيهم ليها عقلية ما معينة. الفيلم ده فيه مشاكل كتير جدا. اول مشكلة هي مشكلة الصوتيات. ده واقف ورايا نص نقل محمل خرفان. دايما ولما يكون في 2 بيتكلموا مع بعض حوار ما بين شخصيتين دايما في موسيقى شغالة في الخلفية. صوت الاغاني اللي في الخلفية دي اعلى بكتير جدا من صوت الجمل الحوارية اللي بتتقال ما بين ال2 الفنانين، فبالتالي انا ما بسمعش حاجة حتى لو معلي الصوت على الاخر. انا هعلي صوتك وانت صوتك انت. الاداءات التمثيلية في فيلم البار الحزق، حتى الثمالة حزق بس مفيش اي حاجة تانية غير كده، وجمل اللي هي ايه الكاتش فريزز. قصة فيلم البار كمان قصة ضعيفة جدا، وقصة يعني الممثلين كمان بأداءاتهم التمثيلية ما قدروش ان هم يوصلوا لي القصة بشكل كويس. رقم 6 معانا فيلم بوسي كات. بوسي انت فين يا بوسي؟ بطولة رندا البحيري التي برضو لا يخلو فيلم من افلام الهبوط منها. فيلم بوسي كات بيتكلم عن واحدة فاتحة كوافير اسمها
اسمها بوسي في حاره شعبيه وبتتورط في اعمال يعني مشبوهه. الفيلم ده بيعاني من مشكله النط، بنكون في مشهد كده مثلا 40 ثانيه ما بين 2 ممثلين، فجاه يروح قاطع وناطط في حته تانية خالص ملهاش اي علاقه بالمشهد ده. الفيلم ده مليان اغاني شعبي، يعني فيلم البار اللي قبليه كان مليان اغاني شعبي لان احداث الفيلم كانت بتدور في بار او في كباريه، فمن الطبيعي في سياق الفيلم ان يكون في بعض الاغاني الشعبيه. في نفس الوقت برضو احداثه ملهاش علاقه بان هي تتوجد، مفيش مجال الافراح، مفيش مجال البارات او الكباريهات، لكن صناع الفيلم اصروا على ان هم يقحموا اغاني شعبي في الفيلم. فيلم ملغم اغاني شعبيه. في المركز الخامس معانا فيلم شباب سبايسي. فيلم كفايه اسمه يعني الصراحه مين اللي اختار الاسم ده؟ انا القادر، انا المطرقع، انا متغير مطرشم، انا ابو جلابيه اللي ما بشوفش. الفيلم ده بدايته اول مثلا 3-4 دقائق منه حلو جدا، شباب خارجين من جامعه القاهره وبيبين لك يعني ان هم اتخرجوا من جامعه القاهره وبيحكوا احلامهم لبعض، كل واحد عايز يعمل حاجه، اللي عايزه تتجوز وتقعد في البيت، اللي عاوز يعمل شركه، اللي عايز يفتح مشروع، اللي عاوز يسافر. ولكن الفيلم بيشمل في اتجاه تاني خالص عن المسار اللي هو رسمه منذ البدايه، وهو مشكله واحد من الشباب دول اتاخد في جريمه هو ما ارتكبهاش واتسجن، وزمايله بيحاولوا يساعدوه على ان هم يخرجوه من القضيه دي، والاساليب اللي بيستخدموها علشان يخرجوه حاجه في منتهى التفسخ والسذاجه والترهل اللي موجودين في الدنيا. رب فيلم شباب سبايسي اشهر حد فيه منة فضالي، يعني بطلة الفيلم منة فضالي، وفي تحديدا فنان معانا في الفيلم ماسك الخط الكوميدي اللي هو ايه ده؟ ثانية واحدة، مش ده فادي عضلات؟ اهلا بكم في فيديو جديد من قناة فادي عضلات. انا شفت الوش ده قبل كده، انا فاكره كويس، ده فادي عضلات صح؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. كل اللي فات ده حاجة، والاربع افلام اللي ورا بعض اللي هقوله لكم دول يعني هم دول يجيبوا جلطة، افلام تشوفهم وتروح على المستشفى عدل. المركز الرابع معانا فيلم الفرقة 16 إجرام، بطولة عصام كاريكا وريكو ونجمة الهبوط الأولى الفنانة أميرة فتحي، ومعهم برضو صلاح عبد الله ودنيا وحسين المملوك. فرقة 16 إجرام بيتكلم عن أحد المجرمين قرر إن هو يفتح أكاديمية، ريكو وعصام كاريكا بيضطروا إن هم يروحوا يشتغلوا معاهم عشان يرجعوا حق بنت عم ريكو اللي هي أميرة فتحي. ريكو طول الفيلم مبدئيا لابس تيشيرتات البرازيل واليوفنتوس، وأكتر حاجة تعبتني نفسيا ويعني حزت في قلبي، ريكو لابس تيشيرت البرازيل بتاع رونالدو الظاهرة. يا لهوي يا لهوي! الفيلم ده الاداءات التمثيليه فيه رايحه في داهيه، حتى من الممثلين اللي المفروض يعني متماسكين شويه زي صلاح عبد الله. صلاح عبد الله وحش قوي وحش قوي في الفيلم ده. اميره فتحي بقى كانت حاجه تضحك قوي. اميره فتحي شايفه الفيلم قدامها متفسخ جدا وكل الناس عماله تسف. اميره فتحي بقى واخده دور جاد جدا في الفيلم، واخده الفيلم بجديه جدا. حضرتك شايفه الفيلم متفسخ، ما تتفسخي مع اخواتك في ايه؟ وفي المركز الثالث معانا فيلم بالعربي سندريلا. تطلع على الاجزخانه دلوقتي حالا، ما تكملش بقيه الحلقه، تشتري غسيل محلول غسيل مخ. أسوأ فيلم عملته ريهام عبد الغفور. ريهام عبد الغفور لازم تشوف حل في الفيلم ده ان هي تمسحه وتمحيه من على الانترنت باي شكل ما. فيلم خانق جدا جدا ومستفز لأبعد الحدود. هم عاملين قصة سندريلا، قصة سندريلا المعروفة عاملينها ممصرينها. معانا مين كمان في الفيلم؟ معانا الفنان احمد هارون اللي هو يعتبر افضل دور في الفيلم. على فكرة احمد هارون في الفيلم كان اداؤه كويس جدا. حبيبي الفيلم ده تصنيفه رومانسي دراما. هو ممكن يخنقك من الجانرا دي نفسها، يقفلك منها ان انت ما تشوفش حاجة منها تاني. بص، سندريلا ولا مش سندريلا؟ الفيلم رقم 2 معانا فيلم على 1:30. الفيلم ده بطولة سما المصري. ومش كده وبس، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. ده كمان تأليف سما المصري، تأليف سما المصري. ايه ده؟ الفيلم كله قائم على فكرة شخصية سما المصري عايشة في بيت أهلها، وفي جوز أمها موجود، وجوز أمها ده بيحاول يتحرش بيها، بتهرب من بيت أهلها علشان هي محترمة، وبتحاول إن هي تشتغل برضه شغلانة محترمة في الصحافة. فكرة إن هي راحت هربت من بيت أهلها علشان هي مش عايزة تعمل الحرام ومش عايزة تعمل الكلام ده، قاعدة مع أصحابها أساسا بتحشش وبتشرب بيرة ومقضياها. الفيلم ده أنا ضحكت ضحك، عيطت بالدموع من كتر الضحك، رغم إن هو مش فيلم كوميدي على الإطلاق،
وخاصة مشهد اللي هو التحرش او محاولة الاغتصاب اللي كان بيعملها جوز ام سما المصري في الفيلم. وطبعا من اسم الفيلم على 1:30 فالفيلم مليء بالرقص من سما المصري، وكمان سما المصري مش بترقص وبس، لا بتغني. الفيلم بيأكد لك برضه ان هي محترمة، وانا كمان بأكد لك ان هي محترمة في الفيلم. المركز الاول معانا وهو فيلم سهر البنات. حاجة مقرفة. بداية الفيلم أغرب مشهد تخفي في تاريخ السينما المصرية، هم 2 صحفيين بيحملوا تحقيق صحفي ومستخبيين في أوضة أحد رجال الأعمال اللي بيقوموا بالأعمال المشبوهة، والراجل بيدخل عليهم وهو سكران، فبيحصل أغرب مشهد تخفي بالعباءة. هاري بوتر يبكي في الزاوية بعدما شاهد هذا المشهد العار في عالم التخفي. والاتنين صحفيين دول بيكتشفوا ان اللي بيقود هذه الشبكة هو واحد موجود في احد الحارات الشعبية، واحد المفروض ان هو بيقود شبكة في عالم الدعارة وعالم الاجرام. يجيبوا مين علشان يعمل الدور ده؟ المفروض يجيبوا حد مفيوز وكده، حد شكله مرعب وعينيه بتطق شرار وحاجه كده، شخصيه جاسئه. الفنان عبد الله مشرف، جايبين عبد الله مشرف انكست كده ابن لذينه. هايل، اختيار ممتاز. فيلم سهر البنات بيعاني من مشكلة كبيرة جدا في التصوير، ما شفتهاش في اي فيلم تاني غير في الفيلم ده. مصور كان مكسل شوية، ففي مشكلة عنده في العدسة تقريبا. العدسة في حتة منها كده بتيجي مبلورة، تلاقي الصورة مقسومة نصين كده، نص مبلور او كأن العدسة مشبرة من جنب، والنص التاني واضح وعادي جدا ما فيهوش اي مشكلة. وكمان في تصوير الفيلم ده في حاجة غريبة قوي، المشاهد الواسعة الوايد انجل في الفيلم تلاقي الصورة فيها شارب وكويسة وواضحة وانت شايف الممثلين حلو. لما الكاميرا تعمل زوم على وش ممثل تلاقي الصورة ابتدت تبكسل. ولو انت بتحب المسلسلات الهابطة هسيب لك هنا فيديو عن أسوأ 10 مسلسلات في تاريخ السينما المصرية في آخر 10 سنوات. قولوا لي كده انتوا شفتوا ايه من الأفلام اللي أنا قلتها في الفيديو ده، وأشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.